يا صباح الفل والورد والياسمين والعنبر. انا النهارده في قمه سعادتي. بصوا بقى، المكان ده انا بقالي مثلا فوق السنتين تلاتة بخطط ان انا ازوره، ومش علشان خاطر الهرم. الهرم ده قصه، والسرابيوم قصه تانية، وقصه بنى الهرم قصه تانية، ومين زوسر نفسه قصه تانية، وامحتب قصه تالتة خالص. لكن اتمتعوا معايا بالمنظر ده. يعتبر من أقدم الأهرامات في مصر، وإذا قلت أقدم الأهرامات في مصر يبقى أنا بقول أقدم أهرامات في العالم. ده الهرم اللي كان في الأول مبني على شكل مصطبة. المصطبة اللي هي التدرجات اللي انتوا شايفينها دي كده بتدعى بالمصاطب. وكان من المعتاد ان الهرم زمان بيبنى قبل بناء الهرم والهرم كان شكل جنائزي. الهرم زمان كان بيبنى على مصطبة واحدة بشكل مستطيل، لكن امحتب غير القاعدة شوية. زوسر قعد يحكم تقريبا 19 سنة. له ألقاب كتير، لكن الجدير بالذكر دلوقتي واللي لازم أقوله إنه من أوائل الفراعنة اللي في الأسرة الثالثة اللي بعتوا حملة أو بعثة للتنقيب عن الفيروز والنحاس في سينا في جبل المغارة. خلونا نستمتع بقى بالشكل شوية بتاع الهرم. بلدنا عظيمة. اي حد بقى بيحاول يناوش في قصة مصر ومين اعظم من مين، يسيبه بقى من الكلام ده ويجي يتفرج، او بلاش يجي، هو يتفرج من بعيد لبعيد ويقعد يحسب هيقول ايه المرة الجاية وهينكش في ايه المرة الجاية. وكل ما هينكش كل ما هيلاقي حاجة تعجزه. المجال ده اعجازي لسبب بسيط جدا، في محاور طاقة على قد ما سمعت، لكن هنشوف مع بعض، نكمل بقى بعدين. المهم خليني اقول لكم ان دول 6 مصاطب. المصطبة الاولى ارتفاعها 8 متر اللي هي القاعدة. المصطبة اللي اعلى منها ارتفاعها 7 متر. المصطبة الثالثة 5 متر. اللي بعدها انا اسف انا مشيت مسافة طويلة اللي بعدها 4 متر وهكذا. وكان بيطلى كله كعادة كل الفراعنة، كان بيطلى باللون الابيض الحجر الجيري. المكان كان معمول على انه هيبقى مقبرة، لكن في بعض الاراء بتشكك انه كان مقبرة اصلا. فهنا هنسأل، الاهرامات مبنية ليه؟ اخواننا دايما بيتقال لو مصر مش اعظم بلد في الدنيا يبقى مين اعظم من مصر؟ احنا اعظم بلد في الدنيا حرفيا.